السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. ناس كتير طلبت مني ان انا اقول لها الخامات اللي انا بستخدمها. دلوقتي انا جبت معاكم شوية خامات من اللي انا بستخدمها، ومن ساعة ما اشتغلت لحد دلوقتي يعني انا ما غيرتش خامات كتير. هنبتدي مع بعض نعرف اول حاجة معانا دي ايه. الاسبونج انا بستخدم دريم زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تكون الشكاره الرصاصي، لان في من دريم انواع كتير، يبقى اهم حاجه تكون الشكاره الرصاصي. تاني حاجه معانا اللي هي الكريمه زي ما انتم شايفين، الفا متحده. الفا المتحده الشكاره دي انا بجيبها ب2100 جنيه، طبعا حسب المكان اللي انت بتشتري منه، بس طبعا هي بتوفر عليا كتير والله، ونوعها حلو قوي قوي. هاتيها وجربيها ان شاء الله، حتى تجيبي منها كيلو وتجربي وتشوفي هتعمل معاكي ايه. بس انا من ساعه ما اشتغلت انا جربت طبعا هايبر، وجربت اللي هي التانية دي اسمها ايه، المهم ان انا جربت كتير يعني، واستريحت قوي قوي. الالفا طعمها حلو وبتعجب الناس وبتديني قوام كويس، فانتي جربيها. الفا المتحدة انا بجيب الشكارة على بعضها ب2100 جنيه، بتبقى 10 كيلو. لكن انا معرفش بصراحة الكيلو لوحده بيتباع بكام. ودريم انا نسيت اقول لكم الشكارة بتبقى برضو 10 كيلو، بتبقى ب720 710. انا جبتها من الراجل ب700 جنيه، لاني زبون عنده وباخد من عنده كتير يعني. طيب كده خلصنا الدقيق وكريمه. وطبعا الدقيق العادي زي ما قلت لكم قبل كده انا بستخدم نوع اسمه الاهرام او الهرم، حلو قوي قوي، اسالي عليه. وبرده بجيب الشكاره بتبقى 25 كيلو ب420 425 حاجه زي كده برضو. بتقعد معايا حبه كتير وبستخدمها في حاجات كتير طبعا، غير السبونشات يعني، فطير، بسكوت، بيتي فور، اي حاجه حلوه قوي يعني، اسالي عليها واستخدميها. طيب معانا هنا برضو شويه القواعد دول زي ما انتم شايفين. القواعد دي هي بص يعني، في ده النوع دوت الكيلو بتاعه ب50 جنيه. بيبقى فيه ديفوهات بسيطه كده، مش عارفه اذا كان باين لكم ولا لا. وفي نوع تاني اللي هو ده النوع دوت ب70 جنيه. هو بحاجة و70، بس أنا خدته منه على 70 جنيه، ده أحسن يعني. دي فيها بيبقى النوع دوت رخيص شوية، بيبقى فيه شوية دفوهات يعني، بستخدمه في العروض وعادي بستخدمه، مفيش أي مشكلة. المهم التخزين بتاعك للقواعد دي تكون في مكان كويس، لأن القواعد دي لو انت حطاها في مكان مش كويس بتبوظ منك انت حتى في التخزين. ادي كده خلصنا من موضوع القواعد. معانا هنا المحسن بصراحة بونو ده، انا من ساعة ما اشتغلت ما بجيبش الا بونو. من ساعة ما اشتغلت ما بجيبش الا بونو المتحدة يعني. قبل كده جبت نوع تاني كان ارخص شوية، بس كان سيء جدا جدا جدا. فانت حاولي ما تغيريش الحاجة اللي انت اتعودتي عليها وتعرفي تستعمليها، اشتغلي بيها. ومعانا هنا اللي هي مربى الحليب برضو المتحدة. انا كنت جبت قبل كده اللي هي تارجت، مربى الحليب تارجت، كانت تحفة بصراحة وحلوة قوي، بس هي كانت ايه، كانت غالية شوية. وانتوا عارفين انا اسعاري يعني على قد اسعاري، مش غالية لاني ساكنة في ارياف وما ينفعش ان انا ايه اعلي الاسعار بتاعتي، فبحاول اجيب خامات يعني تكون كويسة واسعارها كويسة. وهي بصراحة المتحدة اسعارها كويسة. المهم يا حبيبة قلبي، لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تنزلي تحطي لايك واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا حبيبة قلبي صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتزيدنا بركة، واي حد هيشوف الصلاة على النبي هيصلي والحسنة تعم. طيب احنا معانا هنا برضو ده اللوتس اللي انا بستعمله، ده بديل اللوتس. لو عايزين تاخدوا سكرين شوت، حلو قوي قوي قوي، ده اللي انا بستعمله، شغال معايا كويس. ومعانا هنا اللي هو الصوص الكندر. صوص الكندر ده ب 260 جنيه. هو غالي شوية بس بصراحة طعمه تحفة 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 سما. انا اكترية الحاجات اللي انا بستخدمها سما يعني، صوص الكندر سما. ومعانا النوتيلا البني برضو سما. من ساعة ما اشتغلت ما غيرتهاش يعني. ممكن اكون جبت مرة اللي هي اسمها ميكسي نوتيلا دي، ما عجبتنيش خالص 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 بصراحة. سما احلى حاجة يعني. سما انا بحس ان هي بعد النوتيلا
على طول. دي اللي هي كانت ب160، والبيضة بتاعتها ب165. يعني الفرق بينهم بسيط، بس لازم طبعا تجيبي الاتنين. وبالنسبة برضو للجيلوهات، ده جيلو الفراولة الجردل ب75 في كيلو على بعضه. انت ممكن تشتري كيس واحد نص لحد ما ربنا يسهل وتجيبي ايه جرادل على بعضها زي ما احنا جايبين كده. وده المانجا برضو كان ب75. طبعا يا حبايب قلب الاسعار بتختلف من مكان لمكان، يعني انا عندي في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. بالنسبة للشوكولاتة انا بستخدم اللي هي الفا شوكولاتة الفا. بجيب القالب على بعضه بيبقى 2 كيلو ونص ب260 جنيه اللي هي البني، والبيضة تقريبا ب265 270، انا مش فاكرة بالظبط لاني بقالي كتير ايه جايباهم. زي ما احنا شايفين بجيب قالب ابيض بيقعد معايا كتير قوي قوي قوي، والقالب البني. القالب البني ممكن اخلص قالبين على قالب ابيض، لان طبعا استخدامنا للبني اكتر كتير. طيب وجبت كمان الحاجات دي زي ما انا قلت لكم، دي الحاجات اللي انا بستعملها من بدايه شغلي لحد دلوقتي، مع طبعا الدقيق العادي. يعني انا بشتغل بالدقيق العادي يمكن اكتر كتير كمان من الدقيق الاسبونج. ومعانا كمان انا جبت شويه العلب دي بستعملها طواجن. انا كنت بالاول بجيب اللي هي الطاجن الاسمر ده، بس بصراحه هو غالي، يعني الواحد بقى ب3.5، انما ده ارخص كتير. ده ارخص كتير وبيبقى حلو برضو، بيشيل كميه كويسه. ده برضه انا جبت 50 واحد. داخل علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. جبت 50 واحده من دول. وجبت بقى شويه، يعني انا بقول لك ان انت لو انت مثلا هتبتدي شغل، طبعا انت مش لازم تجيبي الكميات دي. انت بتجيبي من الكريمه هتجيبي مثلا كيلو، من الاسبونج هتجيبي 2-3 كيلو، وتجيبي كيس من الحاجات دي. وفي كمان النوتيلا دي في اماكن بتبيعها بربع كيلو وبالكميه اللي انت عايزاها. يعني مش شرط برضو تجيبي كيلو على بعضه، ممكن تجيبي الكميه اللي انت تستعمليها. بس انا يعني كمان انا المكان بعيد عني، فما اقدرش اجيب نص كيلو وكده يعني. فعشان كده انا بقوم من زمان، من ساعه ما ابتديت اشتغل بقيت احوش مبلغ على بعضه وبعدين انزل اجيب كميه، عشان انا المكان بعيد عني. انا كنت الاول بنزل اجيب من العتبه. لو عايزين المكان بالظبط وفين في العتبه يعني اكتبوا لي في الكومنتات وانا اشرح لكم بالظبط المكان فين في العتبه. اسعاره حلوه وهتروحوا تلاقوا كل حاجه. انت هتقفي هناك هتبقي محتاره تجيبي ايه ولا ايه ولا ايه من كتر الحاجات اللي موجوده قدامك. طيب جبت ايه تاني برضو؟ بصوا الشوكولاتات دي حلوه قوي قوي. في منها اللي هو الصغنون ده، وفي منها الصوابع اللي هي الكبيره دي الفروتس دي الصغيره والكبير. حلو قوي برضو بتستخدميها في التزيين. يعني انا جايبه من كل حاجه يا حبايب قلبي ربع 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 زي ما احنا شايفين كده. بيقعد معانا كتير. احنا طبعا عشان انا في الشتاء فسايباها بره التلاجة عادي، انما في الصيف لازم الحاجات دي بتتحط في قلب التلاجة لانها بتسيح كلها في بعضها. وجبنا اللي هي الكونو ده برضو بيبقى شكله حلو قوي بالتزيين. في منه المقاس ده وفي اكبر من كده وفي اصغر من كده، بس انا بالنسبه لي ده هو اللي شغال معايا. وجبت برضو يعني شويه شوكولاتات صغننه كده، بحب احطها قوي على الطواجن وعلى الطرف الصغيره. الناس بتفرح قوي قوي بالحاجات الصغيره البسيطه دي، والاطفال كمان بتفرح. هي صغننه اهي وسعرها كمان مش غالي، يعني مش عارفه الواحده ب2 جنيه او حاجه. بحطها على الطواجن بتدي شكل حلو والناس بتفرح بيها. ومعانا هنا اللي هو الاوريو، طبعا تقليد الاوريو برضو ربع كيلو، يعني انا جايبه ربع ربع ربع. ومعانا هنا اللي هي الشوكولاته الرولانا اهي اللي بقول لكم عليها. انا بجيب منها بالعلبه زي ما احنا شايفين مكتوب عليها 7 جنيه اهي، يا رب تكونوا شايفين. وفيها 3 وحدات، طعمها تحفه حلو قوي، جربوها. انا بجيب العلبه على بعضيها برضو بزين بيها التورت، بيبقى شكلها حلو وطعمها كمان تحفه. واي بقى شوكولاتات بقى تعجبك تلاقيها
يعني عندي مثلا اللي هو اسمها بليزو ديت، برضو بتبقى حلوة، برضو بجيبها ورخيصة. مش عارفة ب3 جنيه او بكام، مش فاكرة، بس رخيصة برضو. برضو بيبقى شكلها حلو على الطرط. ومعانا كمان اللي هي دي، كلنا عارفينها برضو. في منها اللي هو الفراولة، بس انا مستخدمة منه، وفي اللي هو الشوكولاتة، وفي منها برضو مانجا، برضو حلوة قوي قوي في التزيين. ودي كده شوية الحاجات انا اللي هو المشتريات اللي انا جبتها، والحاجات اللي انا بستخدمها من اول ما اشتغلت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدت من الفيديو ولو 1% يا حبيبة قلبي، انزلي تحت اكتبي لي كومنت حلو من عندك. وبالنسبة لحبايب قلبي اللي اشتركوا جداد في القناة، والله ما عارفة اقول لكم ايه، انا فرحانة بيكم جدا جدا جدا، شرفتوني ونورتوني. وان شاء الله القناة بتاعتنا تكبر كده وتبقى حاجة كويسة، وكلكم يا رب تكونوا كلكم بتستفيدوا يعني، ان شاء الله باذن الله. والفيديو بتاعنا كده خلص، ومع السلامه يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.